رجعنا تاني لمجموعات كأس العالم، وهنتكلم النهاردة عن المجموعة التانية اللي بتضم أمريكا وإيران وإنجلترا وويلز. زي كده متعرف لها دي، هل هي المجموعة دي كده جايبين مجموعة مثلا إيه تصفية خلافات سياسية وحاطينهم في الملاعب، زي مثلا بين أمريكا وإيران أو بين ويلز وإنجلترا، حطوهم في مجموعة واحدة وكلمة إيه حلو مواضيعهم السياسية دي في الرياضة. مع ان زي ما عارفين مثلا الجماعه بتوع امريكا دول عملوا حركه مش تمام، ان هم قالوا ايه هنحط الوان الشواذ على القميص بتاع امريكا في الماتشات، وحتى الان ما شفناش الرد بتاع اللجنه المنظمه على الموضوع ده. وهنتكلم دلوقتي على منتخبات المجموعه. بدايه المنتخب الانجليزي هو المرشح الاول لصداره المجموعه. المنتخب الانجليزي زي ما احنا عارفين كده كان خلاص شويه كده وهيبقى زي مين، زي قطر والسعوديه، في ان السكواد بتاعه هيبقى بالكامل من الدوري المحلي. ولكن السكواد ال26 لاعب في قطر والسعودية كلهم من الدوري المحلي. جه بقى في انجلترا 25 لاعب من الدوري المحلي ولاعب واحد من بروسيا دورتموند، خلى انجلترا ما تدخلش القائمة مع السعودية وقطر في ان السكواد يبقى بالكامل من الدوري المحلي. لو بصينا على انجلترا كفريق، لو قعدت مع اي حد كده من يعني متابعته للكورة مش قوية أو متابعته كده مفيهاش تفاصيل شوية، هتقول له مثلا مين هياخد كأس العالم، يروح يقول لك بكل بساطة كده يقول لك إنجلترا. تقول له ليه إنجلترا؟ يقول لك أصل الدوري بتاعهم قوي جدا يعني وأحسن دوري في العالم، فممكن هم اللي ياخدوا كأس العالم. ودي طبعا معلومة غلط، يعني زي ما عارفين طبعا الدوري الإنجليزي فيه من جميع الجنسيات، وهي دي المقوية مقوية الدوري الإنجليزي. ولكن لو بصينا احنا لفريق إنجلترا في آخر بطولتين كبار، آخر بطولتين كبار كان إنجلترا عمل نتائج حلوة. سيبك بقى من المشوار بتاع الطريق كان سهل صعب والكلام ده. لو اتكلمنا مثلا يعني مش هنتكلم مثلا قول اليورو مثلا او كاس العالم، خلينا في كاس العالم عشان بالمناسبه احنا في كاس العالم. هنتكلم على كاس العالم اللي فات، وكانت انجلترا وصلت لحد فين في كاس العالم اللي فات. في كاس العالم اللي فات كانت وقعت في مجموعه فيها بنما وتونس وبلجيكا. طبعا كسبت تونس في اول ماتش في اخر دقائق بالرأسية بتاعت هاري كين دي، كسبت بنما 6، وبعد كده لعبت بلجيكا على صدارة المجموعة واتهزمت وبقت مركز تاني. لعبت بعد كده كولومبيا أول المجموعة الثامنة، وكسبت كولومبيا في الأشواط الإضافية أو ضربات جزاء مش متذكر الصراحة. وبعد كده صعدت، لعبت الفايز من ماتش سويسرا والسويد اللي كانت فيه السويد كسبت، ولعبت السويد وكسبت السويد ووصلت للدور قبل النهائي، ولقت قدامها مين؟ كرواتيا. بدأت الماتش بداية حلوة والكلام ده، وتقدمت بهدف من ضربة حرة لتريبيه، وبعد كده كرواتيا تعادلت، وفي الأشواط الإضافية قذفت الجون الثاني، وراح إنجلترا على المركز الثالث والرابع ولعب عشان يلعب بلجيكا تاني ويطلع. لو اتكلمنا على السكواد بتاع إنجلترا السنة دي، لو السكواد قوي هجوميا، يعني لو بصيت للهجوم هتلاقيه يعني مليان نجوم. ماديسون المتألق السنة دي في الموسم في الدوري الإنجليزي، وراشفورد وبوكايو ساكا وهاري كين، طبعا لعيبة تقيلة. وفي نص الملعب معاهم هندرسون بتاع ليفربول. وطبعا الباك الناحية اليمين دي طبعا مليانة بالنجوم، اللي هو ووكر وأرنولد. طبعا من أبرز الغيابات معاهم جيمس لاعب تشيلسي. لو بصينا لإنجلترا، طبعا إنجلترا لو بصيت مستواها مقارنة بباقي مستويات الفرق، فإنجلترا تحطها إيه. تاني فريق معانا فريق أمريكا. طبعا فريق أمريكا بدأ داخل كأس العالم ده بفريق أغلبه من عناصر شبابية، باستثناء بوليزيتش اللي هو لاعب تشيلسي. هو يعتبر عنده خبرات أعلى، وبعدين بحكم وجوده في الدوري الإنجليزي ومع فريق كبير في الدوري الإنجليزي، فهو يعتبر عنده إيه أغلب الخبرات. لكن لو بصينا مثلا مين مثلا تاني، هتتفاجئ أنت وبتتفرج على أمريكا أو في أي منتخب تاني، يعني هتتفاجئ بلعيبة كتير إن أنت بتتابعها في الدوريات. هتتفاجئ مثلا إن اللاعب ده أمريكي، اللاعب ده مثلا سويسري، اللاعب ده صربي. هتتفاجئ بناس كتير.
يعني مثلا في الدوري الانجليزي في ناس بتلعب في الدوري الانجليزي مثلا في فولهام، في ليدز، الناس دي مثلا امريكان. يعني مثلا لو بصينا مثلا زي تيم ريم مثلا بتاع فولهام، لو بصيت مثلا ارنسون مثلا بتاع ليدز يونايتد، تايلر بتاع ليدز يونايتد، وجيوفاني بتاع بروسيا دورتموند، ديست اللي كان في برشلونة حاليا بيلعب في اي سي ميلان. كل العناصر دي هتشوفها مع امريكا، الله اعلم التوليفه دي هتبقى ناجحه ولا الكلام ده. وبالاخص كده يعني امريكا من الناس اللي مرشحه انها تبقى في المركز الثاني. بعد كده معاك فريق طبعا الكابتن كروش مع ايران. والله هو كروش يعني كروش يعني كان مع ايران السنه اللي فاتت كاس العالم اللي فات يعني. والماتش الوحيد اللي لعبه كويس مثلا ماتش البرتغال، كسب المغرب في اخر دقيقه بهدف ذاتي يعني. بس الفريق برضو ايه، محتفظ يعني تلاقيه مثلا مع كروش في التحفظ الدفاعي، ان هو مش بيخاطر ولا بيهاجم ولا الكلام ده. على عكس الكلام ده هتلاقيه مثلا في انجلترا وامريكا، هتلاقي لا، الناس دي بتلعب كرة هجومية وبتلعب لقدام والكلام ده. الفريق الرابع ويلز. طول ما قلت ويلز يعني احسن واحد في الفرقة جاريس بيل. وما دام احسن لاعب عندهم او الراس الكبير عندهم في الفريق جاريس بيل، يبقى الفريق ده ايه، فريق عويل ما تستناش منه اي حاجة. وخصوصا كده المجموعة دي مش هنشوف منها غير انجلترا اول وامريكا تاني. نشوفكم على فيديو جديد في مجموعة تانية. السلام عليكم ورحمة الله